هلخصها لكم بشكل سريع علشان تفهموا المعلومات اللي فيها introduction للنتورك. اول حاجه بيقول لك الكور بتاع النتورك. خلينا نقول بس المحاضره الثالثه دي بيتكلم عن 4 مواضيع مهمه. اول حاجه الكور بتاع النتورك اللي هو قلب الشبكه، بيشرح لك الدنيا بيحصل فيها ايه. تاني حاجه مقارنه ما بين السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج، ويتش ان احنا قلناه في الشيت بس هو عامله هنا بشكل مفصل اكتر. تالت حاجه هي انواع الديلي في النتورك، ودي سهله جدا باذن الله هتفهموها بسرعه كده معايا. رقم 4 أمن الشبكات اللي هو نتورك سكيورتي، دي حاجة لذيذة جدا 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 وهي الجزء المفضل إلى قلبي. طيب خلينا نقول أول حاجة هو بيتكلم عن الكور نتورك. بيقول لك هنا الباكيت سويتشنج الكور نتورك، مش عارفه ايه الباكيت سويتشنج هوست بريك ابلكيشن لاير مسج انتو باكيتس. هو بيقسم المسج الباكيتات، يعني دايما في يقول لك بالباكيت. في الباكيت ليه اسمها باكيت؟ هو عشان بيقسم المسج بتاعته تو باكيتس، بيقسمها لقطع صغيره او سيجمنت. فبيمسك الداتا بتاعته كلها كده يقسمها لحتت صغيره، وبعد كده بيعمل فورورد لكل باكت دي من راوتر للتاني عن طريق اي لينك. زي الرسمه اللي محطوطه قدامنا دي. دائما وابدا المثال اللي انا بضرب بيه المثل على طول وبقول لكم ايه، انا دلوقتي هنا الانترنت الموبايل بتاعهم مثلا ليكن ده الموبايل بتاعي، انا ببعت واتساب مسج او ببعت ايميل من على الموبايل بتاعي او ايا كان ببعته من اللابتوب من الموبايل من اي حاجه، من جي بي اس العربيه، ايا كان. دي انتن ده الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو الاقرب حاجه مني. لو ببعت واتساب مسج فانا كونكتد مثلا على فودافون، فاقرب انتنه ليا اهي هتاخد مني الداتا تبعتها لمين؟ لاقرب بروفايدر ليها تقدر تعمل له فورورد للداتا. طب هي لما تروح للراوتر ده او البروفايدر ده، لما تروح له الداتا هو يشوف مين الطريق اللي هي هتفضل تمشيه لحد ما توصل الرساله بتاعتك للمكان اللي انت عايز تبعتها ليه. هنشوف الكلام ده تاني. 2K للنتورك بيقول لك النتورك كور فانكشن هم حاجتين اتنين. اول حاجه اسمها الراوتنج، تاني حاجه اسمها الفوروردنج. يعني ايه راوتنج ويعني ايه فوروردنج يا جماعه؟ راوتنج يعني توجيه، انا بوجه، انا بمسك المسج دي. تاني انا بعت واتساب مسج من الموبايل بتاعي لما توصل للانتن اللي هي اول شبكه انا شابكه عليها اللي هي فودافون، لانتنه فودافون الانتنه دي هتعمل فيها ايه؟ المفروض ترميها على اول اقرب انتنه ليها، او هتعمل حاجه اسمها راوتنج يعني بتوجهها، بتوريها الطريق اللي هتمشي فيه من اول عندها لحد ما توصل لنهايه المسار. يعني بصوا كده المسار الرسمه دي هنشوفها دلوقتي. راوتنج الجوريزم ده بيقول لك فيه ايه. طب خلينا الاول نكمل فورورد دي بياخد الباكت من المدخل يبعته للمخرج الصح، ياخد الباكت من المدخل يبعته للراوتر الصح المفروض ان انت اخترته في الراوتنج خلاص. فالكور فانكشن بتاعت النتورك هما اتنين، راوتنج وفانكشن. راوتنج توجيه بيختار المسار اللي هي هتمشي فيه. بصوا كده الصوره دي، المفروض ان هو هنا في هنا باكيتايه هتتبعت على الراوتر ده. فالراوتر ده قدامه طريقين. هو جاي بيقول لك ايه؟ ان هو حدد حته معينه من الباكت يعني اللي هي فيها 0 3 وحيد. طب 0 3 وحيد في الراوتنج الجوريزم بيقول له امشي مشيها في المسار انهو، وديها اعمل لها راوتنج وجهها في انهو مسار، وجهها في المسار اللي هو رقم 2. فبالتالي لو هي جايه على الراوتر ده هو هيعمل لها راوتنج على حسب البروتوكول اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت اللي كان متسطب على الراوتنج على الراوتر معذره. الراوتنج بروتوكول هيقول له اختار انه مسار لان هو اللي بيوجه، راوتنج يعني توجيه. فبالتالي هنا الباكيتايه دي لما راحت كان قدامها مسار 3 وكان قدامها مسار 2 وكان قدامها مسار 1. هو قال لك لا يا عم انا هوديها في 2، اصلا انا عارف انها لما تروح عند 2 هتروح ما اعرفش بعديه للراوتر ده هتوصل بعدها مثلا للديستنيشن اللي انا عايزها بشكل اسرع، او اصلها لو راحت ل2 هتمشي كده وتوصل برضه للديستنيشن اللي انا عايزها ايا كان الديستنيشن مكانها فين. يعني هو ليه حساباته اللي بيحسبها ومعادلاته لحد ما يوصلها للفاينل ديستنيشن بتاعته بامان. راوتنج وفوروردنج خلاص. طيب السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج سريعا. السيركت اول حاجه بيقول لك ان هو عندك 3 فيزز في السيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج دي احنا قلنا زي خط التليفون، زي خط التليفون زمان، الو ترن ترن الو، فالخط الثاني بيرد عليك الو وبنبدا نتكلم انا وانت مع بعض. وانس ان احنا بدانا نتكلم احنا حاجزين الخط لنفسنا، مفيش حد بيدخل معانا، مفيش حد بيشير الخط ده معانا. سيركت جايه من كلمه سيركت يعني هي حاجه مقفوله كده ما بيني وما بينك، ما فيش حد بيتدخل ما بينها. ايه 3 فيزز بتوعها؟ اول حاجه استابليش ترانسفير ديسكونكت، بنبتديها اللي هو ايه بطلب الرقم، وبعد كده اول ما بيدي جرس ده الاستابليش ده كله زي بروسيسنج كده، يديني جرس التاني يفتح عليا خلاص هنبدا بقى نعمل الترانسفير للداتا. انا اقول لك الو وانت تقول لي الو، عامل ايه عامل ايه، وهكذا.
في الآخر بنعمل مع السلامة، مع السلامة ونقفل السكة في وش بعض وتمام وخلاص مش عارف. بيقول لك هنا إيه، إن الmessage في الcircuit switching is not broken up. يعني أنا لمّا آجي أكلمك في الmessage هي ما بتتقسمش، ما باقولكش إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما بتوصلكش حتة حتة. أنا باقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي بتوصل لك مرة واحدة، ما ليش دعوة، أنا ما باقسمهاش. والcircuit switching ما بيقسمش حاجة، هو خد الخط حجزه لنفسه يبعت لك عليه الdata دين 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 مرة واحدة. المسج لازم تأرايف ان سيم اوردر، نفس الاوردر اللي مبعوته بيه لازم نفس الاوردر اللي توصل بيه وبس، وخلصنا. ده اللي في السلايد دي، مش هنطول اكتر من كده. سيركت سويتشنج بيقول لك ان الطريقه القديمه زي التليفونات كده، هو قال لك ان ايه، هو بيكون في خط مخصص ليك باث ثرو سيفرال سويتش. بيقول لك كان في المودرن سيركت سويتشنج معلش، إن هي بتمُر عبر شوية سويتشات. عارفين فاكرين السنترالات كده اللي كانت موجودة زمان وstill موجودة، لكن بقت شغالة بتكنولوجي أحدث بكتير. يعني أتمنى إن شاء الله تعرفوا تطلعوا زيارة والّا حاجة تشوفوا السنترالات من جوّه شغالة إزاي يعني. ده لو أنتم network معلش خلاص. المهم بيقول لك هنا خط التليفون لمّا ييجي يروح يكلم خط تليفون تاني، هو يروح للسنترال اللي هو تابع ليه. يعني أنا تبع السنترال مثلًا كذا، مدينة كذا، فبيروح للسنترال الرئيسي بتاعي. وبعد كده لمّا يروح للسنترال الرئيسي، هو يقعد يوجّهه أنت هتمشي إزاي عشان توصل للرقم اللي أنت عايزه، أيًا كان بقى في مصر، في إسكندرية، في الصين، في أيًا كان، في حتّة أنهي ما لناش دعوة بيه. ندخل لمميزات الcircuit switching وعيوبه ومميزاته. أول حاجة قال لك إن الخط ده مخصص، يعني dedicated to call. خلاص أنت خدت الخط وحجزته لنفسك، ولا هيبقى فيه interference ولا هيبقى فيه تداخل ولا هيبقى فيه تقطيع. تاني حاجة هتبقى الجودة ثابتة. تالت حاجة كمان أنت عندك هنا الbandwidth guarantee full bandwidth for duration، لكل duration. يعني طول ما المكالمة شغالة ما بيننا إحنا ضامنين bandwidth واحد، يعني سرعة الكلام هيوصل بيها، ولا هيقدّم عن كده ولا هيأخّر عن كده، هي سرعة واحدة. إيه عيوبه بقى يا ترى؟ أول حاجة بيقول لك إن هو inefficient، هو مش فعّال. لإن لو ما فيش أي حاجة بتتبعت دلوقتي، مثلًا أنا فتحت الخط أو ابني فتح الخط مثلًا غصب عنّه واتصل بمكالمة والتاني فتح عليه، طب ما حدّش بيستعمل التليفون، بس الخط إيه، محجوز. مع العلم الخط فاضي، ما فيش data رايحة جاية عليه، لكن محجوز، يعني ما حدّش تاني يقدر ياخده. بياخد وقت. تاني حاجة بياخد وقت في الإعداد، يعني عشان تعمل له setting وعشان it take long time to set up the circuit. هو بياخد وقت عشان يعمل له processing during a crisis أو disaster. لو في مشاكل أو زحمة أو كوارث بيبقى في unstable، الخدمة دي النتورك بتبقى unstable أو unavailable. ده الخلاصة في السيركت سويتشنج. طلع كلمتين منهم الديسادفانتج والادفانتج وكده تبقى انت تمام قوي. باكيت سويتشنج بقى اللي بيحصل فيه، كلمة باكيت من اسمه زي ما قلنا ان هو بيقسم لك الداتا. الصورة دي محترمة جدًا، الدكتور مشكورًا حاطط صورة ممتازة جدًا، جدًا، جدًا في كل سلايد. يعني أي سلايد فيها صورة فهو منتقي الصور بعناية الصراحة. زي الصورة دي باكيت switching الداتا أهي، ده كله الداتا، دي كلها اللي هُم ال3 ألوان دول على بعض. جه قال لك إن هي لمّا بيحصل لها routing أو بتتبعت بالباكيت switching بيحصل لها إيه، broken into small data packet. هي بتتبعت لحتت صغيرة، زي ما أنت شايف كده. الحتة الخضرا قسمها لباكيت 1، عندك باكيت 2، عندك باكيت 3، وكل واحدة رماها على خط. أيوه يا عم، هو أنا لسه هامسك خط واحد أشغله ليّا وأقعد أرمي عليه 1، 2، 3؟ أنا عايزة أنجز نفسي. يالّا أنا هامشّي دي هنا ودي هنا ودي هنا ويالّا مع السلامة، واللي توصل توصل بقى. بس هي هنا خلّي بالكم إنها هنا لمّا توصل لازم بتوصل برضه في الsame order. ليه؟ لو تفتكروا في المحاضرة اللي فاتت أنا قُلت إن هي بعد ما بتمشي، بعد ما بيقسّمها بيرقّمها، بيدّيها message sequence أو sequence ID أو أيًا كان، بس بيرقّمها، بيعمل لها ترقيم بحيث إنها لمّا توصل هنا عند الdestination لازم يرجع يعمل reassembling، يعمل لها إعادة ترقيم في الترتيب الصح. طيب الpacket switching قال لنا هنا إيه، many paths هو قال لك إن هو بيستخدم many path، ما بيستخدمش path واحد بس. no fixed path established. يعني مش معنى إن الmessage جات لك هنا فأنت هتقول له هي هتمشي هنا وبس، ما فيش، ما لهاش طريق تاني ولا طريق تالت، ما فيش الكلام ده. no fixed paths. period transmission. هنا شايفين كل مسج بيشاور لك عليها اهي، بيقول لك ان ليها source address وليها destination address وليها sequence number. هنا بيقول لك as a destination الباكيت may be reassembled، اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات، ان هي هترجع يعاد تجميعها تاني علشان توصل في الترتيب الصح. شكرا. الباكيت سويتشنج اللي بيحصل فيه الادفانتج بتاعته والديس ادفانتج بتاعته. الادفانتج بتاعته الباندويث used to full potential. يعني بيستعمل مخصص. يعني اول حاجه ان الخط مخصص بتاعك بيستغل الخط لاقصى درجه.
الباندويث used to full potential ان هو بيستغل الخط لاقصى درجه. تاني حاجه بيقول لك in different speed. devices في الديفرنت سبيد دي ممكن تتكلم مع بعض. يعني لو الصوره اللي فاتت الراوتر ده عليه راوتنج بروتوكول بيشتغل بشكل معين، وده راوتر من نوع تاني مثلا وعليه راوتنج بروتوكول تاني خالص، هيعرفوا يكلموا بعض. عادي جدا هيعرفوا يكلموا بعض، مفيش مشكله، السبيد مش بتفرق. not affected by line failure. يعني لو في لاين من دول وقع إيه اللي بيحصل؟ دي حته حلوه جايه خلينا هنقولها دلوقتي. يعني لما الباكت تقع هقولها لكم دلوقتي بشكل افضل، يعني خلوها في وقتها احسن. لما الباكت بتحصل إيه اللي بيحصل؟ بيقول لك not affected، يعني لو الخط وقع مفيش مشكله عادي، هي المسج كده كده بتلاقي طريقها عشان توصل وخلاص. قليل جدا لما بتقع، يعني وارد انها تقع بس بيبقى احتمال قليل شويه. no waiting for a direct connection. مفيش داعي تنتظر ان انت تخليك تستنى خط لوحدك مخصوص، مفيش الكلام ده. الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ under heavy use there can be a delay. تحت الاستعمال التقيل لو في ضغط على الشبكه زي ابن الهيثم، تاني هرجع اقول لكم زي ابن الهيثم اللي انتوا بتشتغلوا عليه علشان هو اقرب مثال ليكم، او جوجل او يوتيوب مثلا في وقت احنا عارفين ايه، مواقع كوره في اوقات معينه بتاعه الماتشات الجول مش عارفه ايه، في الجول ده مثلا موقع في الجول ده وش كده ساعة ماتش مهم كده بيقع، بيديك ريسبوند. هو مش بيقع تماما، بس تيجي تكونكت عليه تلاقيه يقعد كتير علشان يفتح ويجيب لك النتيجة، وممكن يجيب لك اخر نتيجة مثلا اللي هي كانت من دقيقة ولا من دقيقتين، ما يجيبلكش الجون اللي لسه حاصل مثلا يعني. طيب protocols are needed for reliable faster. بيحط عليها البروتوكولات اللي هي لازم reliable transfer. لازم بيحتاج ان انت تحط عليه protocols are needed for. تحط عليه بروتوكول علشان تضمن سلامة النقل، لازم تحط عليه بروتوكول زي الراوتنج بروتوكول اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت لو سمعتوها. not so good for some types data stream. هو مش كويس لبعض الداتا ستريم زي ريال تايم فيديو. هقول لك لا، ما دي استعمل لها سيركت بقى يا عم، انت عارف ان دي مكالمة فيديو محدش هيدخل ما بينكم فيها، خصص بقى خط لنفسك عشان ما يحصلش مشكله فيها، وفي نفس الوقت ما تحجزليش خطوط كتير وتاخد لي باندويتس كتير منها. ده الخلاصه، خد منهم كلمتين بالعربي حلوين، ترجمهم بالانجليزي بدماغك او بدماغك واكتبوهم زي ما انتوا عايزين. اللي بعدها هو عمل مقارنه لذيذه سريعه ما بين الكور سويتشنج والباكت سويتشنج. خلي بالكم هنا سمى الكور سويتشنج او السيركت سويتشنج فيرسز الباكت سويتشنج. اول حاجه السيركت سويتشنج دي هو بيقول لك هنا ان دي كونكشن اورينتد، لكن عكس الباكت سويتش دي كونكشن ليس. طيب في السيركت سويتشنج قال لك ان هي ديديكيتد سيركت هو حاجز الخط لوحده، لكن الباكت هو شيرد عادي جدا. السيركت سويتشد في ليها مميزات ان هي بتجارانتي ليفل اوف سيرفيس والباندويتس، هي بتديك كواليتي اوف سيرفيس وكمان بتديك باندويتس كويس جدا ثابت هو ما بيتغيرش. هنا في الباكت سويتشنج المسج بتتقسم لثلاثه باكت. خلي بالكم انتوا مش لازم خالص تلتزموا بدي علشان لو هتبقى صعب عليكم ان انتوا يعني. اول حاجه كونكشن ليس وكونكشن اورينتد دي سهله جدا ان انتوا تحفظوها او سهله ان انتوا تفهموها. تاني حاجه كمان ديديكيتد سيركت والشيرد سيركت دي برضو سهله ان انتوا تعملوها. غير كده طلعوا كلمتين من هنا وكلمتين من هنا تمام زي الفل لو مش هتعرفوا تحفظوا دي بالشكل ده، بس هي سهله برضو جدا الصراحه. باكت سويتشنج ديلي في كام نوع بقى من الديلي كده مشكورا هو هيقول لنا ايه اللي بيحصل لما الداتا بيحصل لها مشكله. يعني الباكت ما بتوصلش كده من اول مثلا ما تبعتها للموبايل. انا قلت لكم قبل كده مثال ان واحد زميلك ممكن يبقى قاعد جنبك في السكشن وانت بتبعت له مسج على واتساب بس ما وصلتوش، مع العلم هو فاتح انترنت، يقول لك يا عم انا بعتها طلعت من عندي يا عم مدينا علامه صح اهي، ليه لسه ما وصلتكش ليه، لسه ما اديتنيش علامتين صح ليه؟ يقول لك يا عم ما اعرفش، انا ما اعرفش، عشان بيحصل حاجه اسمها ديلي. ما هي مش بتنط على موبايلك لموبايله، شايفين المنظر اللي في الصوره ده؟ هي بتعدي على رواتر وسويتشات وانتنات وشويه بلاوي كده في النص حلوه لحد ما توصل للموبايل التاني وهو قاعد جنبك في السكشن عادي جدا. هي مش عشان هو قاعد جنبك فهي بتنط على موبايله على طول، ما بيحصلش، هي بتعدي طريق كبير لحد ما توصل للجهاز التاني. طب هو بيقول لك هنا ان هي ليها اكتر من ديلي. يعني هنا الباكت ترافل فروم وان نود من هوست او الراوتر اي نود تو سبسيكوينت نود، بتعدي على اكتر من نود along this path عن طريق بقى المسار ده. يعني along this path طول المسار ده the packet suffer from several different type of delay. الباكت معرضة ان يحصل لها انواع مختلفة من الديليز. زي ايه بقى؟ اول حاجه اسمها البروسيسنج ديلي، شايفين اهو انا معلمه والله اصفر اهو، ده من شرح الصبح والله، يلا لعله خيرا الحمد لله ان شاء الله ده ما يحصلوش حاجه. determine where
أنا طلّعت لكم هنا، أنا كنت طلّعت لكم في كل delay علّمت لكم على الجزء اللي ممكن تحفظوه، يعني لو الدكتور سأل فيه أو جاب نظري أو كده. إيه هو الprocessing delay؟ هي مش مجرّد ما تطلع من الكمبيوتر وتروح هنا، ده هيعمل لها كده على طول، لأ ما بيحصلش، هو هنا ده بيشتغل عليها شوية. أول حاجة هي ممكن تيجي هنا تُقف في كيونج هنشوفها في الslide الجاي، خلّينا هنا الأول. الprocessing delay ده determine where to direct the packet. هو أنا عارف لسه أنا هاعمل لِك forward فين، هتروحي هنا والّا هتروحي هنا والّا هتروحي في أنهي مسار؟ هنا بيقول لك إن هو هنا في حاجة اسمها IP header والdata. هنا بيحط لها header أو معاها header وفي data. هنا بقى ممكن مثلًا يقسّم ويضيف شوية حاجات تانية، شوية عناوين تانية، بيعمل عامةً شوية processing كده. فده determine الprocessing delay ده بيdetermine where to direct the packet. هيرمي الباكت فين. تاني نوع من أنواع الdelay هو الqueuing delay. ما تفكّرش إن أنت once إنها طلعت من الجهاز وراحت للراوتر ده مثلًا، لو كان ده أول حاجة هي بتروح لها، اللي هو أهلًا يا حبيبتي إزيِك، يالّا مع السلامة. ده ما بيحصلش، لازم. ما هو أنتِ مش جاية لي، أنا مش فاضي، أنا مش قاعد فاضي لِك إن أنا راوتر، أنا شغّال على مسدجات كتير وريكوستات كتير وأجهزة كتير بتبعت لي. فده الqueuing delay ده it wait to be transmitted onto the link. the time ممكن نقول إن هو الtime اللي هي بتwaiته، اللي هي لازم تستناه to be transmitted عشان يحصل لها transmit. at queue the packet experience a queuing delay. بس ده باختصار يا شباب. رقم 3، تالت نوع من أنواع الdelay هو الtransmission delay. ده the amount time required to transmit. إحنا المفروض جرّبنا الtransmission delay ده، جرّبناه في الsheet، حليناه في الsheet يعني أتمنى تكونوا فاكرينه. هو تأخير الإرسال، الوقت اللي بياخده الجهاز عشان يبعت الباكت. the amount of time required to transmit all of the packet bits into the link. علشان يبعت كل الباكيتات دي، لو دي الداتا يبعتها كلها يحطها على اللينك، ده transmission delay. رقم 4، رابع نوع من أنواع الdelay وده آخر نوع. الdelay ده هي الpropagation delay. الpropagation delay هو الdistance between two nodes على الpropagation speed. الdistance ما بينهم إيه؟ هي عشان توصل من هنا لهنا هتاخد حاجة اسمها الpropagation delay، اللي هي الdistance دي على السرعة بتاعة الخط ده. ما هو أنت الخط ده أكيد ما تعرفش هو واي فاي ما بين مربوطين ما بينه بواي فاي، فبالتالي هي طايرة بسرعة الهواء، ولا مربوطة بفايبر اوبتكس كابلات فايبر، ولا مربوطة بكابلات نحاس. أنت ما تعرفش هي مربوطة بإيه بالضبط. فقال لك البروباجيشن ديلي بيكوال ايه، خلي بالكم من القانون ده، دي على اس، ديستانس على السبيد. يبقى دول كانوا 4 من انواع الديلي، دول كانوا 4 من انواع الديليز اللي بتحصل. اول حاجه قال لك البروسيسنج ديلي، اللي هي التايم اللي بتاخده الباكت عشان يعمل لها دايركت اصلا، عشان يوجهها في مكان معين. تاني حاجه الكيونج، الوقت اللي هي بتستناه عشان تترانسميت على اللينك، عشان تتحط على اللينك. تالت نوع من انواع الديلي ترانسميشن ديلي، هو الاماونت بتاعه التايم ريكويرد عشان يترانسميت اول باكيت بيتس انتو ذا لينك. رابع حاجه واخر نوع من انواع الديلي هو البروباجيشن ديلي، هو الديستانس between two nodes divided by the propagation speed. بيقول لك بقى هنا النود all delay، يعني علشان يحسب بقى كل الديلي على اي نود اكيد هتجمعهم كلهم مع بعض. البروباجيشن على الكيوينج، البروسيسنج انا اسفه، البروسيسنج على الكيوينج على الترانزيشن على البروباجيشن، بيحسب كل الوقت ده كله على بعضه. ده كده بيديك التايم كله اللي هي هيحصل لها فيها ديلي. وخلي بالكم برضو من القانون ده، لعل وعسى الدكتور ممكن يسالكم عليه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الجزء ده بشكل كويس. في حته كمان في الباكت سويتشنج قال لك حاجه، في حاجه اسمها التريس روت. هو مثلا هنا في حاجه اسمها تريس روت، ده هو بروجرام علشان يقول لك بيبروفايد، بيخليك تعرف الديلي اللي هيحصل من اول ما تمشي من عندك من الجهاز بتاعك لحد ما توصل للديستنيشن. يعني انت بتقول له تريس روت وديني على جوجل اللي الاي بي بتاعه كذا، وخد معاك في السكه 30 هوب ماكسيموم. يعني انا عايزك تعدي على 30 هوب بس، اكتر من كده خلاص وقفني، ما وقع الباكت ما تودينيش. وكل باكتايه منهم ابعت لي فيها 60 بايت. فاول حاجه بيقول لك ايه، ده اول راوتر هو رايح عليه، ده اول راوتر هو رايح عليه اللي هو الاي بي بتاعه كذا، خد منه كام ملي سكند، خد منه كام ملي سكند. تاني حاجه بيقول لك الراوتر اللي بعده اللي هو 10 مش عارفه ايه كذا كذا، خد منه كام ملي سكند اللي هو اكتر. بيقول لك ايه اللي بيحصل بقى في الباكيت سويتشنج او في التريس روت بروجرام. في التريس روت بروجرام هنا بيقول لك ان هم الجهاز بيبعت 3 باكيتس او اسمهم 3 بروبس. ايه 3 بروبس دول؟ بصوا كده، خلي بالكم من الاسهم دي، في السهم الاولاني رايح للراوتر الاولاني وراجع، ويقول له المسافه الكليه كام وهو رايح وهو راجع. وبعد كده في سهم تاني
رايح للتاني وراجع، وسهم تالت رايح للتالت وراجع، هم 3 بروبس. كأنه بيختبر كده ايه، بيجس النبض كده، اللي هو ايه، انا هشوف كده لو مشيت الطريق ده ورجعته انا هاخد وقت قد ايه، طب لو مشيت الطريق التاني ده ورجعته هاخد وقت قد ايه، طب لو مشيت الطريق التالت ده. فبالتالي الجهاز بيبعت في كل خطوه 3 بروبس. كل مجموعه من الباكيتات بتروح لراوتر مختلف في السكه، او لرواتر مختلفه في السكه، وكل راوتر بيقيس المسافه اللي هي ايه، الرحله بتاعته ذهاب وعوده، اللي هي ذهاب وعوده. تمام، لحد ما يوصل في الاخر هنا لجوجل، ويقول لي في الاخر كل الوقت بتاعه، الديلي بتاعه كله هو خد وقت قد ايه. حسب لك هنا الوقت، انتوا اصلا لو جمعتوهم مع بعض هتلاقوا الوقت التوتال تايم اللي هو خده قد ايه يعني، وكل محطه طبعا بيتاخر عندها شويه. اوكي. طيب ايه تاني ممكن نقوله في السلايد دي؟ تمام. باكت لوس بقى، في حاجه اسمها هنا باكت لوس. الكيوينج بافر بروسيد لينك ان بافر. بصوا، هي انا هقولها كده في السريع بس، يعني ان شاء الله ما يجيش فيها سؤال، بس هي سهله جدا. دلوقتي بيقول لك ان تخيل الباكت بتاعك كده هي راحه رحله. تمام. بيقول لك الباكت بتتبعت هنا، المفروض الكيو بافر بروسيد لينك ان بافر هاز فاينايت كاباسيتي. هاز فاينايت كاباسيتي يعني كل راوتر يعني هو ليه مساحه، يعني هو او ليه سعه محدده. البافر ده يعني خلينا نقول ان الراوتر ده في حاجه اسمها البافر. الجهاز A عايز يبعت للجهاز B مسج، فالمفروض بتروح للراوتر. الراوتر ده عنده بافر. بفر يعني ايه؟ يعني غرفه الانتظار. عارف فاكرين الكيوينج دي ليه كده؟ اللي هو هي جت المسج وصلت هنا، لقت في قدامها طابور طويل من المسجات التانية اللي مستنية الراجل ده يعمل لها راوتنج، يعني يبعتها يقول لها انت رايحة فين حتة. فمعنى كده ان هي لما تستنى الدور ده، طب افرضوا ان ملهاش، يعني جت مثلا في الاخر، عارفين الميكروباص كده لما يتملى تحميل وجي واحد يركب على الباب، فالراجل يزق يقول له عملكش مكان فيرميه تحت، هو هيرميها مع السلامة، انت مالكيش مكان عندي، طالما انت مالكيش مكان مع السلامة. فبالتالي الحالة دي بقى الحتة اللي أنا بقول لكم لو الباكت ضاعت إيه اللي ممكن يحصل معاها. 3 حاجات. أول حاجة، يا بيبعت الجهاز A يرجع يبعت نفس الباكت دي مرة تانية لما يلاقيها ما وصلتش للتاني، لما يلاقيها ما وصلتش للجهاز التاني فيضطر يبعت باكت بدلها. رقم 2، الأوبشن رقم 2، يتبعت بدلها من الجهاز للراوتر ده تاني، يتبعت بدلها تاني. تمام. رقم 3، ان خلاص مش هتتبعت للاسف ووقعت ومع السلامه، خلاص هي وقعت. عارفين كده ساعات في مواقع بنفتحها ونيجي نقول له تيجي مثلا تتحمل، فللاسف يجي الصور تظهر لك ايه بشكل كده مصغر جدا وما تحملش، فمعنى كده ان في باكيتات وقعت في النص. حلو. يبقى معنى كده ان من الباكيت لوس ده هو بيقول لك ان الشبكه ليها حمل، لو زادت عليها البيانات خلاص ممكن تضيع عادي، يعني ما فيش اي مشكله. طيب خلينا نكمل بقى نتورك سيكيورتي، الحته اللذيذه الجميله.